لاول مره اشتري كتاب فيزياء وادفع فيه مبلغ كبير زي 800 جنيه، وكتاب ضخم وكنت متحمس ليه جدا وما اعرفش اكمله لحد الاخر. فتعالوا احكي لكم ليه وامتى تشتري كتاب وامتى ما تشتريهوش. طيب بصوا يا جماعه، انا بحب جدا المجال بتاع الفيزياء وفيزياء الكونيات بالذات وكده، فانا قرات حاجات كتيره فيها وفي كتب كتيره منها كانت كبيره. بس الكتاب دوت بصراحه انا ما قدرتش ان انا اكمله للاخر لسبب بسيط، الا وهو فكره الترجمه. وما تفهمونيش غلط، هو الكتاب مترجم كويس جدا، بس انا عندي تعليق بسيط على الدار وعلى المترجم اللي هو مصطفى العدوي. واتمنى ان هم يتقبلوه يعني، واتمنى لو كمان يعرفوا ان هم ياخدوا بيه ويعملوا اللي انا هقول عليه، يبقى حاجه جميله جدا. بس في المطلق يعني تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل. الفكره كلها دلوقتي ان انت في الفيزياء انت عندك حاجات ما ينفعش ان هي تترجم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت اتكلمت عن حاجه اسمها سنجولاريتي، فالسنجولاريتي ديت مش معناها متفرده بالعربي. تمام، احنا اتعودنا ان هي اسمها سنجولاريتي كناس بتقرا في الفيزياء وكده، فانا قرات كتاب واثنين وثلاثه واربعه، وفي كل كتاب من دول كان اسمها سنجولاريتي، فانا اتعودت ان هي سنجولاريتي. ولما اتعلمتها ان هي سنجولاريتي، فهي اسمها سنجولاريتي. ايفنت هورايزن مش اسمه افق الحدث، هي اسمه ايفنت هورايزن، فانا اتعودت ان هي اسمها ايفنت هورايزن. نفس الفكره الكوازار، هو اسمه كوازار ما اسمهوش نفاثات. وهكذا في حاجات تانية كتير زي كده. فده كان بيعمل ايه معايا؟ كان بيعمل اوفر هيد في دماغي ان انا عايز اربط الترجمه اللي هو ترجمها من العربي للحاجه اللي انا فاهمها بالانجليزي، علشان ابدا بقى اشوف ايه المعلومه الزياده اللي انا هاخدها. فانت عملت لي هصل في الحاجات اللي انا اصلا كنت عارفها. لان انا مثلا ايه، عارف ان السنجلاريتي بتحصل لما الماده بتضغط، فبتضغط بتشكل ثقب اسود، والثقب الاسود ده بيبقى ليه سنجلاريتي اللي انت مش هتعرف تشوفها. دي حاجه بسيطه جدا وانا عارفها. بس لما تيجي تحكيها لي بالترجمه اللي انت مترجمها ديت، انا محتاج ان انا بقى افهم، ده انت بتتكلم عن المتفرده اللي هي السنجلاريتي اللي هي مش عارف ايه، فانت بتعمل عليا حاصل زياده لمجرد ان انت ترجمت الجمله دي. عارف ان في ناس ممكن تيجي تقول لي طب ما تعكس، يعني السنجلاريتي هي المتفرده ومش عارف ايه هي كذا وكذا هي كذا. بس انت لما بتخش جوه بقى، انت في حاجات اولا انت مش عارف هو ايه ده، يعني انت هو كاتب حاجه بالعربي انا مش عارف ايه هي بالظبط بالانجليزي، او مش عارف ايه هي بالظبط باللي انا عارفه كمصطلحات يعني. فده كان بيعمل معايا مشاكل، ان انا مش فاهم هو بيتكلم عن ايه دلوقتي. مش سهل ان انا افهمه في السريع، مش اللي هو يعني حاجه سريعه افهمها وانا متعود على نفس الطريقه في الكتابه. لا، انت مخليني محتاج اعمل اوفر هيد زياده على نفسي علشان افهم العادي، وبعد كده ابدا اشوف الحته الزياده اللي انا هاخدها جديده من الكتاب. اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك وبرضه الناس اللي عينيا. عايزه تاخدها في فكره بقى اللي هو ايه اللغه العربيه، وحافظ على اللغه العربيه واهميه اللغه العربيه، وبطل انتكاس والحاجات اللي احنا بنسمعها كتير في السوشيال ميديا، لان احنا دلوقتي في السوشيال ميديا. فانا محترم جدا لرايك ان هو فكره ان احنا لازم نحافظ على اللغه العربيه والحاجات الجميله دي. بس لا يا جماعه، لما يبقى الحاجه اصلا في الاساس اصلها عربي، يعني هي اسمها قمره مثلا فتحولت هناك بقت كاميرا، فماشي انا ممكن اقولها قمره او ممكن اقولها كاميرا مثلا، بس احنا دلوقتي حتى بقينا بنقولها كاميرا يعني. ناس العلماء اللي اكتشفوا حفرية ديناصور مش عارف في وادي الحيتان، سموها توتيوسورس، اللي هي توت عنخ امون يعني، توتيوسورس او حاجه شبه كده يعني. فدي ماشي، حافظ على هويتك واظهر بقى ثقافتك وكل الحاجات الجميله دي. انما دي حاجات اصلا اكتشفت بره وبقى ليها اسم. احنا ما ترجمناش مثلا البروتون ان هو الشيء الموجب الذي يوجد داخل الذره، لا هو اسمه بروتون واسمه الكترون، واحنا بناخدهم طول حياتنا الكترون وبروتون. تمام. فقبل ما نخش في الموال ده افتكر الجزء دوت يعني. فديت الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها بالنسبه لي، بالنسبه للكتاب، فكره ان هو يا جماعه يعني بالله عليكم المصطلحات ما تترجمش مصطلحات. اسمه ايفنت هورايزن، فاكتبوا معلش بالانجليزي وسط العربي ان الايفنت هورايزن هتبقى مظبوطه وهتبقى زي الفل يعني. وانا اتمنى بصراحه ان الدار ان هي تسمع مني الجمله ديت، ولو عملوا حاجه زي كده يبلغوني حتى ان في طبعه جديده نزلت الكتاب، انا مستعد ان انا اشتريها عشان اعرف اقرا الكتاب واستمتع بيه. لان انا وصلت لمرحله ان انا ايه، زي ما بقول لك، في تعب في الاجزاء السهله اللي انا عارفها اوريدي، فلما بيجي بقى يشرح حاجه جديده انا محتاج ان انا اقراها 3 4 5 مرات عشان ابدا افهم هو عايز يوصل لايه اصلا في الاساس. فانا دلوقتي في مرحله ان انا عايز الحق، عايز اخلص الكتاب عشان اقرا غيره، لان انا بقالي كتير فيه قوي. فبقيت بسكيب. فطب ما بدل ما سكيب جزء وبس قرات الكتاب وخلصته، لا ما سكيب الكتاب دلوقتي خالص واركنه، فالكتاب اتركن ما استفدتش منه قوي.
هيفضل مركون جنبي مش هيخلص، انا عارف ان هو مش هيخلص، وهيفضل بقى بيأنبني في ضميري انت ما خلصتش الكتاب، انت ما خلصتش الكتاب. وكل ده بسبب حته ان احنا ترجمنا مصطلحات. فدي الفكره كلها. وامتى بقى انت تشتري الكتاب دوت؟ لو انت شايف ان انا تافه واللي انا بعمله دوت تافه والفيديو دوت تافه، يبقى تقدر تشتري الكتاب وتقراه عادي جدا. واحييك على حاجه زي كده، لان انت تستفاد منه فعلا. وحاجه تانية، لو انت بقى مش عندك فكره الاوفر هيد ديت مش هتحصل في دماغك، لو انت متخيل ان هي مش هتحصل في دماغك وشايف ان انت تعرف تتعامل مع حاجه زي كده، تقدر انت تشتري الكتاب وتجربه وهيعجبك جدا لو انت ليك في الفيزياء والحاجات اللي زي كده، لان هو بيشرح بالتفصيل قوي يا جماعه. هو راسم جرافس وبيتكلم عن التاريخ، بيتكلم عن الفرق اللي اتعملت وكل فرقه اكتشفت ايه بالظبط، والفرقه اللي بعدها خدت ايه واتكملت عليه، المعادلات بتاعت اينشتاين مين اللي حلها ومين اللي عمل لها حلول معينه، والحل ده كان ايه غلطه وايه الصح بتاعه، وحاجات كتيره جدا. فالكتاب دسم ورائع جدا، وبجد انصحكم ان انتم تجربوه. وفي كتب كتير جدا على فكره ليها علاقه بالعلوم وليها علاقه بالفيزياء وليها علاقه بحاجات تانية كتير سواء فلسفه او حاجات زي كده، افاق عاملاها. اشوفكم في فيديو جاي. بجد شكرا لكم جدا، انا ما كنتش متوقع بصراحه ان احنا نقدر نوصل ل 1450 واحد على يوتيوب، فشكرا لكم جدا على ده. وانا اسف ان انا ما بنزلش في الفتره الاخيره، بس انا عندي شويه مشاكل كده بتحصل يعني. ان شاء الله قربت تخلص، وان شاء الله نرجع ننزل تاني واقول لكم بقى انا قرات ايه في خلال السنه. هم مش كتير بصراحه، بس يعني نقدر نتكلم فيهم. يلا